السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بعض الأحيان تجد إنسان لا يصلي ولا يزكي يعني ذرة إيمان ليست موجودة في قلبه. نعم. ولا يحسن ولا يقوم بأي شيء أمر به الله عز وجل، لكن معدنه حسن. تجده إنسان يحترم الموعد ولا يأكل حقوق الناس ولا يكذب إلى غير ذلك. هل هنا نقول بأن هذا الإنسان تقي؟ هل نقول أنه هذا أفضل من الذي يصلي ونضرب الأمثال؟ لأن يوجد كفار لهم هذه الأخلاق ويهود ومشركين. إذن هذا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن معدن ابتلاه عز وجل به، خلقه عز وجل هكذا. المسلم الذي خلقه عز وجل هذا في هذا المعدن فعليه أن يشكر الله، ولا يقول إنني أفضل من الذين يصلون أو يسب المسلمين أو الأتقياء أو الملتزمين. لا، هذا رزق من الله، فعليك أن تتواضع إلى الله وتشكر نعم الله عز وجل وتصلي وتستغفر ربك وتحسن إلى الناس. نعم، هذا عبارة عن ماذا؟ هذا عبارة عن شكر لله عز وجل، وليس المعنى أنك لا تصلي ولا تقوم بأي شيء وتقول أنني أفضل من الذين يصلوا يقيمون الصلاة. هذا أكبر جهل. وأما الإنسان الذي تجده كذلك يصلي ويقوم بكل شيء، لكن عز وجل ابتلاه بمعدن ليس كمعدن الذي ذكرناه من قبل. ربما يكذب، ربما في بعض الأحيان يزني أو يخون إلى غير ذلك. نفسه ليست النفس التي ذكرناها من قبل، معدنه ليس المعدن الذي ذكرناه من قبل. إذن هذا ماذا يفعل؟ عليه أن يمكث في جنب الله العلم والإيمان، لعله يتقي ولعله يمحو تلك الأخلاق السيئة، يحارب يجاهد نفسه، نعم، بالصلاة إلى غير ذلك، ولا ييأس. ولا نسب هذا الإنسان ولا نشمت فيه. يجب أن ندعو له ونعينه بالدعاء بالهداية، نعم، وخاصة إذا كان له رغبة وله إرادة في طلب العلم ونيل الإيمان والاستقامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. إذن هذا المعدن بيد الله، وهذا خلق الله. إما أن يبتليك بمعدن حسن، وإما أن يبتليك بمعدن سيء. كلاهما يجب أن يكون في المستوى في العبادة، في الصلاة والدعاء والأذكار والتقرب إلى الله. ذلك الإنسان يحسب عليه شكرا، وذلك الإنسان يحسب عليه ماذا؟ دعاء وجهاد النفس. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.